انت جاهز؟ كلشي أربعة ثلاثة جوج واحد. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في حلقه جديده من البودكاست ديالكم العظيم، احسن بودكاست في العالم بطبيعه الحال، ولا الحاجه اكسبيرينس بودكاست. حلقه على غير العاده، بقينا كنفاجئوكم هاد الايامات بزاف. في مارسي درنا لكم ستريم في ريال لايف، وهاد المره عاوتاني حلقه ماشي لايف، هي واحد الحاجه في شكل. اللي كانت حلقه ماشي لايف باش كتعني عندنا كاست، واليوم عندنا واحد الكاست عظيم، واحد الكاست سبيسيال، ماشي سبيسيال اللي على بالكم، واحد الكاست سبيشال من واحد الدوله عظيمه. ما نطولش عليكم بزاف، ما نبقاش ندير لكم داكشي ديال تيزيكم بزاف، راكم عارفين. فخليكم مع الانترو باش تشوفوا الضيف ديالنا العظيم من الدوله العظيمه. ابراهيم، السلام عليكم. نعم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. على السي أسامة. لاباس عليك؟ الحمد لله الحمد لله. امورك مزيان؟ كل شيء مزيان. العائله؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كل شيء تمام. داكشي اللي بغينا، داكشي اللي بغينا. مرحبا بكم معنا في هاد الحاجه اكسبيرينس، بودكاست ديالك. هاد البودكاست اللي شفتيني شحال من مره كنديرو ديورينغ هاد العامين، هاد السنتين هنا في مدينه كيور العظيمه. ف اول حاجه نبداو بها، انا عارفني كنعرفك، ولكن كاين بزاف الناس اللي كيشاهدونا على يوتيوب وكيستمعوا لينا على منصات الاستماع كسبوتيفاي وابل بودكاست، ما كيعرفوش السي ابراهيم. نعم. فالسي ابراهيم المنبر لك. طبعا أنا بتشرف فيك سي أسامة، يعني دوزنا جوج عامين حلوين. طبعا اسمي إبراهيم يوسف، الكونيا مسكاوي، من فلسطين، من مدينة الكرم، من الضفة الغربية. اصلا واقيلا حرقنا عليهم، قلت لهم في الانترو بانه عندنا واحد الضيف من واحد الدوله عظيمه، من بس الدوله زعما، ولكن بين الرايه رايه العز والشرف. الله يسعدك يا ربي. الله يحييك حياك الله. قلبي. حياك الله. نعم صحيح. طبعا حاليا خلصت دراستي في ماجستير هندسة السيارات هنا في جيور في هنغاريا، في كلية أودي. كلية أودي. نعم. تخرج بقى خاصة غير السيارة ديال أودي، خدمت الدبلوم ديال أودي. لازم قريبا إن شاء الله. لكن طبعا دوزنا عامين هون. طبعا بحكي أنا كلمات في اللهجة المغربية. بعد السي إبراهيم ما تلقاوش مشكل معاه، كيدوي الدارجة، كيفهم الدارجة، هذه هي أهم حاجة. كنفهم الدارجة وكنقول بالدارجة، فهذه هي أهم حاجة، هذه أهم حاجة. في خلال يعني السنتين هاي في هنغاريا تعرفت على أسامة، وتعرفت على كثير شباب من المغرب، كان لي الشرف العظيم والله في التعرف عليهم. لا الشرف نعم لينا. نعم. الشرف لينا. منين أي مدينة في فلسطين أنت؟ في مدينة اسمها طول كرم، في شمال الضفة الغربية. شمال الضفة الغربية. نعم صحيح، في شمال الضفة الغربية، وهي مدينة قريبة على الساحل الفلسطيني، لكن في الوقت الحالي بسبب الجدار الموجود واحتلال جزء من فلسطين، فهي حاليا أقرب يعني بعيدة شوي، صارت باعتبار عن البحر. نعم صحيح. مزيان يا سيدي. أول حاجة نبداو بها، ياك نبداو. دخل. هدي. لا برادر. كنضحك الدقة تعاود تمر لي، ولكن نقولها ما تسمعش. ديك الصورة هايلة. عندك هذيك عندك السي ابراهيم الزعزع عندك. لا هضرنا على المقاطعة الساعة. لا ما تحتاج كاينش المخلوق هذا لا تحتاجه. ولا انا ما مساليش دابا. أنا قلت من هنا واحد ساعتين. أنا قلت سنعود بعد قليل. عدنا. فعلى ذكرنا فلسطين، كيف هي الاوضاع دابا في فلسطين؟ ما بغيناش نسمعوا داكشي اللي كنشوفوه حنا في الجزيره، واللي كنشوفوه في الاعلام، اللي كنشوفوه في الانستغرام. بغينا شي حاجه من قلب الحدث. نبداو بالمدينه اللي فيها انت، المدينه اللي نقولوا في الضفه الغربيه، عاد ندوزوا للقصه. نبداو بالضفه الغربيه، المدينه اللي فيها انت. كيف هي الاوضاع، كيف هي الحياه؟ يعني شخص فلسطيني شاب يكون في العمر ديالنا، كيف هو الروتين ديالو في دار كرم دابا؟
شوف وضع المختلف من مكان لآخر. الوضع في فلسطين حتى وسط يعني الضفه الغربيه من حتى مدينه لمدينه بالضبط مختلفه. بالضبط. احنا عندنا يعني في شمال الضفة الغربية الأمور شوي مشتعلة أكثر من جنوب الضفة الغربية. ففي شمال الضفة موجودة طول كرم، وفي موجودة نابلس، وموجودة جنين كمان. فهاي المدن تحديدا طبيعة اللي هو احنا بنسميها مخيمات اللاجئين الموجودة فيها. طبعا في معلومة كثير ناس ما بتعرفهاش، يوجد في فلسطين، في داخل فلسطين، مخيمات فلسطينيين للاجئين. يعني كمثال أنا أعتبر لاجئ فلسطيني في فلسطين، لأني أصلا من قرية اسمها مسكة. فيطلق علي إبراهيم مسكاوي كنية لهذه القرية اللي أنا كنت فيه أو أجدادي كانوا فيها، وتم تهجيرهم من هذه القرية. فتجمعوا الناس المهجرين من القرى في مخيمات، في جزء من المخيمات داخل فلسطين، وفي جزء من المخيمات خارج فلسطين. يعني ناس كانوا كيعيشوا في واحد المكان معين في فلسطين ياك، وتم التهجير ديالهم من البلد ديالهم الاصلي الى مدينه اخرى وسط فلسطين، فكيمشوا لمدينه جديده ما عارفين عليها والو، خاصهم ما عندهم لا سكن، قدر ما عندهم حتى شي فرد من العائله تما وكيخاصهم يسكنوا تما. يعني بحال تعتبر لاجئ داخل فلسطين. بالضبط. اللي بحال اللي بنشوف حاليا في غزه، في الناس اللي بشمال غزه بنتقلوا على مناطق الجنوب غزه وفي الخيام. هذا كان الشيء اللي حاصل معنا في سنه 48 لما صار التهجير القسري من مناطق اللي هي بنسميها الداخل الفلسطيني او فلسطين المحتله تاريخيا. فتم تهجيرهم الى اماكن اخرى نزوح، والتجمعات اللي تم تجمعهم فيها تحولت الى مخيمات، ومن بعد صارت المكان اقامه دائم، فتم بنائها. بمعنى انه اخر تحولت من خيام الى بنايات طبيعيه. لكن تعقيبا على سؤالك او الاجابه لسؤالك ليش انا دخلت في هذا المنحى، وين ما كان في مخيمات او في مخيمات اللاجئين، في مدينه طول كرم فيها مخيمين، مخيم طول كرم ومخيم نور شمس. كذلك في مدينه جنين فيها مخيم، في مدينه نابلس في 4 مخيمات. فدائما لما يكون في مخيمات بيكون في اكثر اللي هي موضوع المقاومه، وموضوع اللي هي محاربه الاحتلال ومناهضه الكفاح. نعم. تم التهجير ديالهم من المنطقه ديالهم منطقه اخرى، فكيكون بالضبط يكون دم حامي. صحيح. بيكون اللي هي النزعه الثوريه موجوده في داخل هاي الناس، يحسوا بانهم بحال طردوا من البيوت. نعم صحيح. وكذلك باقيين في فلسطين، ولكن طردتي من البلد ديالك انت وعائلتك ومشيتي لمدينه اخرى. اكيد اكيد. وفي شيء اضافي اللي هي طبيعه الحياه في المخيمات، البيئه المخيمات، دور البيوت يعني قريبه جدا على بعضها. فهذا بولد شيء يعني نوع من انواع اللي هو عدم الراحه في المسكن. وبتكون الطبيعه والبيئه شويه قاسيه شوي على الانسان. فبيكون لما يولد او لما يكبر مع العمر بيكون شخص اكثر معاني بالحياه، فبيكون في عنده الجلد والطاقه والقدره والتحمل اكثر، فبيكون عنده هاي النزعه الثوريه. وخصوصا انه بيتم تغذيتها هاي النزعه الثوريه من الناس، من اجدادنا اللي هو لما يحكونا عن اراضينا اللي احتلت وكذا الى اخره. فبيتم دائما اللي هي تنميه القضيه الفلسطينيه في نفوس هاي الناس او في نفوس اللاجئين. فهمتك. نعم. كنظن هذا الموضوع ديال القضيه الفلسطينيه عندو انا من الجهه ديالي كشخص عايش في شمال افريقيا في المغرب الكبير. ملي كنا صغار وحنا عايشين مع القضيه الفلسطينيه، كبرنا معها. نعم. احنا عندنا في المجتمعات ديالنا، واخا حنا بعاد على ماشي في الميدل ايست في الشرق الاوسط. صحيح. ولكن ملي كبرنا، ملي باقي صغير كنا كنخرجوا في الشعارات، حنا باقيين صغار ما عارفينش، كنخرجوا في الشوارع، كنخرجوا في هادشي. فالقضيه الفلسطينيه كبرات معنا. ولكن الاشكال اللي كنلاحظوا، ما عرفتش واش نتوما عندكم يعني في الدول القريبه مثلا، بنادم كيامن بالقضيه، كيدافع على القضيه، عنده واحد الشعور تجاه القضيه، يعني كيحس بالانتماء ديالو للقضيه، لا دينيا لا ثقافيا لا انسانيا. نعم صحيح. ولكن كنظن كاين واحد الاشكال اللي هو بنادم ما يعني لا حطينا شي واحد من كيدافع على الكيان وحطينا واحد اخر واخا كيامن بالقضيه ما دير قدش يواجه بالحجج. وكنظن هذا الاشكال كبير كاين
كنظن بانه كاين في الشباب عندنا في المجتمع ديالنا في المغرب الكبير، يعني المغرب الجزائر تونس، كنظن واقيلا بنادم كيامن كيقول لك انا مع القضيه الفلسطينيه، ولكن ملي كتبغي تجي تدوي معاه يعني الا بغى يجي يمثل القضيه الفلسطينيه في شي منبر نعم باش يهضر بالتواريخ وبهذا الشيء كنحسوا براسنا ما عندناش واحد المعرفه تامه. فالسؤال لهنا، واش كتظن بانه حتى في المناطق اللي دايره بكم كاينه واحد اش كيتسمى واحد العتمه اعلاميه بحال هكا، تعتيم اعلامي على القضيه؟ يعني الشباب ملي غير كيامنوا بالقضيه حيت من الوالدين ومن الاجداد ياك، وما كاينش واحد، ما كاينش كيفاش تدافع على القضيه، يعني ما كاينش واحد تنوير الراي العام على القضيه، يعني بنادم عرف التاريخ كيف بدات، باش لا كنتي في واحد المنبر تقدر تكون غير في شي مجمع، تكون مسافر شي بلد وتلاقيتي مع شي واحد تلقى باش تدافع، ماشي تقول لي فري بالستاين وتسكت. نعم صحيح. فشوف هو سؤال كثير مهم صراحة، لكن أنا بدي أجاوب في طريقة معينة. حتى راح تلاقي هذا الشيء موجود في بعض الأحيان في داخل فلسطين، يعني موضوع اللي هو تغييب القضية الفلسطينية وتغييب نسميها المسببات للقضية الفلسطينية، أو شو الحيثيات أو كيف قامت القضية الفلسطينية. الوعي أو التوعية في القضية الفلسطينية في نوع من التهميش، في نوع من التعتيم. التعتيم طبعا موجود، هو التعتيم اللي بالأساس هو تعتيم غربي على القضية الفلسطينية، وبالتالي غياب القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة تحديدا عن المنصات التواصل الاجتماعي وعن المنصات الأخرى وعن الإعلام نفسه كمان في الإعلام التلفزيوني، أدى إلى خلينا نسميها خمول في اللي هي القضية الفلسطينية وعالميتها. فراح نلاحظ إنه في الأجيال الأخيرة كان في نوع من الغياب في التوعية بخصوص القضية الفلسطينية من ناحية مثل الأشياء الأمور أنت ذكرتها كتواريخ ومسببات وأسباب وكيف صارت وإيش أساسياتها، كيف بدأت القضية الفلسطينية. فهذا الشيء أثر كثير على القضية بالذات بالآونة الأخيرة. خلينا سلبيا، أثر عليها سلبيا طبعا. يعني في بدايات القضية الفلسطينية ما كانش في التحكم الإعلامي الكامل في العالم، فكان الأخبار والأمور هي تنتشر انتشار طبيعي بدون تحكم في مثل الأشياء اللي بنواجهها حاليا، الألغوريثمز والأشياء الموجودة في السوشيال ميديا. فكان انتشار الأخبار يمكن صح كان بصعوبة أكثر، بصعوبة، لكن بنتشر بطبيعته. بشو كان بالضبط الحدث بنتشر مثل ما كان. لكن في الآونة الأخيرة بنلاحظ أول شيء تهميش تهميش القضية الفلسطينية وضعها على الجانب الآخر، وكذلك ابتداء الناس باهتمام في أمور أخرى في العالم العربي أو في غير العالم العربي. فبترك هذا الشيء اللاجئ الفلسطيني حتى شخصيا إنه يبحث عن خلص بده يتعايش مع الوضع اللي هو موجود فيه. فحتى اللاجئ الفلسطيني صار أقل حديثا عن القضية الفلسطينية، لأنه بدأ يشعر في إنه الناس بدأت تمل من الكلام بالحديث عن القضية الفلسطينية وإلى آخره. وهو أصلا كمان هذا اللاجئ الفلسطيني يلا مكفي قوت بيته، يعني بصعوبة حتى يجيب الأكل والشرب وتأمين البيت، تأمين احتياجات البيت يتغيروا الأولويات. نعم. ما كيبقاش يكون. فالتعتيم هذا اللي كان في أو التهميش لدور القضية الفلسطينية له عدة أسباب، من ضمنها إنه جعل اللاجئ الفلسطيني يبحث عن لقمة العيش أكثر من اهتمامه في القضية بحد ذاتها. وهي حاجة طبيعية، الإنسان خصو ياكل ويشرب تكون عنده الطاقة باش. أكيد. فزي ما أنت تفضلت اللي هي موضوع التوعية في القضية الفلسطينية في الوطن العربي كانت في الفترة الأخيرة، خلينا نحكي من قبل 23 كانت شوي الأمور مختلفة شوي يعني من ناحية القضية الفلسطينية. لكن لاحظنا شيء كثير مهم، إذا لاحظت في كأس العالم في قطر 22 كان كثير في ناس بتحاول تشهر القضية الفلسطينية، حتى المنتخب المغربي كان والجماهير تحاول تشهر هاي القضية. فممكن الروح هاي من جديد ترجع تعود مرة أخرى أنها تنشر القضية الفلسطينية.
انطلاقا نبني على هذه النقطه ديالك على التعتيم، ولكن في اللي كاين على القضيه واللي اثر على واحد الجيل ديالنا اللي كتلقى الاغلبيه ديالو واخا كيامن بالقضيه ولكن ما يقدرش يدافع عليها كما قلت لك، ما عندوش معرفه تامه بها تاريخيا وسياسيا، المسببات والاهداف وعلاش باقي القضيه مستمره الى الان. ولكن كاين واحد التغيير اللي طرا مؤخرا، ولات القضيه عندها واحد، بالرغم من الصدى اللي قلتي، الصدى الاعلامي والتحكم في الاعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش الالغوريثم كيلعبوا بهم باش، وكيفاش كيلعبوا بالعناوين، كيفاش كينقلوا خبر على الكيان وكيفاش كينقلوا خبر على حماس والى اخره. ولكن رغم هذا الشيء كامل طرا واحد، بحال تقول واحد العقده في الاحداث اللي خلات العالم كامل بالاخص الشباب كما كنشوفوا، فهمتي، كتلقى واحد ما كتجمعك به لا دين لا ثقافه، حتى حاجه ما كتجمعك به. نعم. ياك تمر مثلا في امريكا ما كنظن كره القدم ماشي هي الكره الشعبيه عندهم، فكتلقى واحد الشاب ما كيقرا المحاماه ولا ما كيقرا شي حاجه في هارفارد كيدافع على القضيه، كتلقى شخص اخر في شي جامعه اخرى. هذا الشيء كيخلق واحد صراحه واحد الحماس فينا حنا كعرب، كشباب عرب. كتقول السؤال اللي كيطرح دابا هو شنو العقده في الاحداث اللي خلات القضيه تنتشر هاد الدرجه، وواحد الشخص اللي بعيد عليها اللي كنظن بالاخص الشاب، كنعاود ناكد بانهم هاد الناس شباب، يعني ممكن تكون عندهم اهتمامات اخرى، ممكن فهمتي يكون في لابوش دابا. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ نعم. شنو الحدث اللي خلى هاد الناس كاملين رغم الاعلام كيمشي ضد هاد الشيء نعم ينوضوا كيقلبوا على القضيه؟ وكما قلت لك ممكن تكون عند الشباب ممكن اسهل حاجه يكونوا عندهم اهتمامات اخرى. صحيح. كاين طلات زعما كاينين حوايج بزاف. نعم يمكن يكون عنده فيها اهتمام. طب بالنسبه لموضوع اللي هو شو اللي بيخلي الشاب ينجذب نحو القضيه الفلسطينيه ويكون مناصر للقضيه الفلسطينيه رغم انه عنده كثير امور يمكن يخليه يلتهي عنها، تاريخيا ما عندوش شي علاقه بالقضيه. نعم. يعني كنهضروا على شاب اجنبي ما عرفتش اين دوله، تاريخيا باه ومو مسيحي، كنظن ما عمره ما عرف شي حاجه على القضيه. صحيح. طيب اول شيء المنطق او اللوجيك او البحث عن الحقيقه. معظم الاعلام حاليا الموجود، الاعلام الغربي والاعلام بالسوشيال ميديا المدعوم من الغرب، بيكون اغلبه موجه، تمام، لكن غير منطقي او غير يعني انت بتشاهد الاحداث، بتشاهد الاخبار والى اخره، لكن انت مش مصدق الكلام، مش حاسس انه ملامس لعقلك، مش ملامس لقلبك، مش حاسس انه في حقيقه. فهذا الشيء في بعض الناس بسبب عنده عقده نفسيه. شو بصير يعمل؟ بصير يبحث عن الحقيقه بذاته، يبحث عن مصادر اخرى، يبحث عن مراجع ثانيه للقضيه، بده يشوف شو سبب المشكله، ايش صار هين، طب ليش هذول الناس متقاتلين مع بعض، ليش ما فيش بينهم سلام، ليه كذا، كثير تساؤلات بصير عنده. فبصير اذا بدا ما راح يرجع. معظم الناس اللي تعرفت عليهم من ضمنهم صديقي السويسري، يمكن حكيت لك في السابق عنه، تحيه لمارك، تحيه لمارك صديقي السويسري. ديديكاس مارك. فهو انا بحكي لك عن قصه شخص، يعني انا سالت نفس السؤال لشخص، انت سالتني السؤال حاليا انا سالته اياه من قبل، لكن هذا السؤال كان يعني بمعنى آخر إنه كان عنده الفضول، ما كانش مصدق الكلام اللي بيتقال في السوشيال. فيمكن يعني الشيء الأساسي هو الفضول اللي عند الشخص، الفضول زائد يعني الحب الحقيقة، بده شيء يعني حقيقي يشبع الفضول اللي موجود عنده والحب المعرفي الموجود عنده. فبتلاقيه إذا دخل في هذا الطريق صعب يرجع. فمن الأمثلة اللي ذكرناه اللي هو صديقي مارك، بقول إيش يعني ليش هذول الناس دائما في بينهم مشاكل، ليش هيك بصير، بيحضر الأخبار مش متأكد من الأخبار. كانت يعني بال 2003 و2004 ممكن نذكر الدولة ديال مارك، يعني دولة
ممكن كإنسان لا عشتي فيها ممكن ما يكونش عندك اهتمامات بالعالم، ممكن ما تتفرجش في الأخبار، ما تحتاج تتفرج في الجزيرة نعم. ولا في CNN ولا إلى آخره، حيت الدولة متقدمة، إبراهيم كان فيها. نعم. الدولة هي سويسرا، ولكن رغم ذلك كتشوف واحد الشخص آخر كيبحث، كيقلب، كيحاول يعرف الحقيقة. فنخليك تكمل على نعم. القصة ديال نعم. مارك كيفاش. نعم. فهو كان عنده اللي هو أصلا أساسا شخص من الناس اللي بيحب إنه كل إنسان يأخذ حقه بالحياة. فدائما هو عنده مبدأ اللي هو العدالة، لازم يكون العدالة موجودة لكل الناس، سواء للعامل، سواء للموظف، سواء للتاجر، للبائع، لأي حد لازم يكون في عدالة، العدالة الاجتماعية. فهو من الناس اللي بيعمل مع منظمات حقوقية ومنظمات اللي هي بتدافع عن حقوق العمال تحديدا أكثر شيء. فهو من داخله أساسا ما بيحب الظلم، خلص بيحب الحق. فهذا الشيء لما كان يقرأ ويبحث ويتفرج في القضية الفلسطينية، بدأت يقول لا يا عمي، هذا الاشي اللي أنا بشوفه مش هو الاشي الصحيح، مش طبيعي، يعني مش اشي صح، أنا لازم أروح بنفسي أروح على المكان. فزوجته كانت طبعا هي في وقتها معاه طالبة في الجامعة، كانوا طلاب في الجامعة. بعد فترة يعني بعد ما صاروا هم أكثر شوي قربا للقضية الفلسطينية وصاروا فعلا مناصرين القضية الفلسطينية، لكن بحاجة لزيارة لفلسطين. زوجته في يمكن في عيد ميلاده أو كانت في مناسبة معينة فجابت له تيكت الطيارة عشان يجي على فلسطين. قالت له خلص أنت كثير تعرفت على شيء من بعيد، لازم نكون في المكان. والفترة اللي أجوا فيها على فلسطين كانت الانتفاضة الثانية، كانت الأمور صعبة جدا برضو في الضفة الغربية كمان. ممكن تحدد أي سنة؟ في 2004. في 2004 كانت الأمور صعبة. هي بدأت الانتفاضة من 2000 لل 2004 2005. ففي 2004 كانت في نهايتها، لكن كانت شادة كثير. فكان في بنسميه الاجتياح أو اجتياح الضفة الغربية، كانت الدبابات معبية جوا الضفة الغربية بالكامل. فهو كان في هذيك الفترة موجود في فلسطين، بيوثق الأحداث، بتفرج، بيستمع من الناس. فهو بيحكي عن تجربته، كانت بقول يعني مش رغم ما قد ما سمعت، سوري بس يعني شوي، قد ما سمعت عن الأحداث وقد ما تفرجت في الإنترنت كذا، لكن لما تعيش مع الناس تسمع ديتيلز وتسمع تفاصيل زيادة كثير. فهو صار بطل مناصر لفلسطين، صار يعتبر نفسه فلسطيني. حتى حاليا عنده 4 أطفال، يعني عنده 4 ما شاء الله. تمام. وواشم على يده على كتفه هنا اللي هو حنظلة. حنظلة اللي ما بيعرف حنظلة اللي هو رمز اللاجئ الفلسطيني للفنان ناجي العلي. تمام. فهو الفضول وحب المعرفة وعدم الاستخفاف بالعقل هو الشيء اللي بدفع الشخص أو الإنسان إنه يبحث عن الحقيقة. لأنه إذا أنت حسيت الميديا أو الإعلام بده يوهمك في أشياء أنت مش مصدقها، فأنت بتوصل لواحد المرحلة خلص مش متحمل الإعلام هذا. فبتوصل أنت إنك بدأت في طريق آخر، وراح تلاقي نفسك فعلا مناصر القضية الفلسطينية إذا استخدمت عقلك. كما قلت العقل، وهذه واحد الحاجة اللي مرتبطة بالوعي. نعم. وهذه واحد الحاجة الثانية اللي صراحة كنفتقدوها كنظن في الدول العربية ديالنا، حيت كما قلتي هذا الشخص هذا كنظن كل ما كانش عنده الوعي، كل ما كانش عايش في واحد الدولة اللي التربية والتعليم ديالها كان مزيان وربات فيه واحد الوعي، فمشى بوحدو قلب. كنظن كون كان عايش في شي دولة أخرى فغادي يكون عنده أولوية أخرى. نعم. كما رجعنا كما ذكرتي المثال ديال الثلاجة الفلسطيني اللي كيتزاد دابا، ما كيكونش عنده اهتمام بالقضية حيت الأب ديالو عنده اهتمامات أخرين، هو الأولوية يجيب ليه ملي ياكل ويجيب ليه. فكذلك كون كان مارك عاش في دولة أخرى اللي تكون الأولوية ديالو هي نعم صحيح، ما يكونش عنده اهتمام. أكيد. الحمد لله. ما كنظن كاين واحد العامل آخر هو عنده تأثير، وتقول لي الرأي ديالك. كنظن حتى الجالية العربية اللي في الغرب، اللي في الدول الأوروبية ولا في أمريكا، حتى هي عندها دور. نعم. كنظن عندها واحد التأثير ولا بسيط. هي أصلا بصراحة هي التأثير الكبير صراحة، لا مش بسيط صراحة، تأثير كبير. إذا يعني بدي أجاوبك على هذا السؤال، الشخص اللي حكينا عنه في البداية اللي كان عنده الفضول، أول ناس بتوجه لهم للجالية.
فهم الجاليه اللي بيوعوا اكثر. اول ناس كيتناقش معاهم، حيت بالضبط. تكون عنده واحد الفكره بالضبط. هو واخدها طبعاً. من هذيك القناه ولا من هذيك الاعلام اللي أكيد. كيامن به وكيعتبروا بانه اعلام فهمتي كينشر الخبر الصحيح. مم. وملي كيتواصل مع واحد الشاب اللي بحاله صحيح صحيح من صحيح. الجاليه العربيه فهمتي، ف كتعرفين كيبدا كنضل الفضول عنده. نعم. فلا دور الجاليه صراحه كثير كبير بكون، الجاليه العربيه والفلسطينيه يعني هي مدمجين مع بعض، بيكونوا في المظاهرات والى اخره، وواضحين يعني موجودين في كل مكان تقريبا موجودين. يعني الا هنغاريا شويه الوضع ضعيف شوي فيها، لكن في باقي الدول صراحه يعني وين ما بتروح بتلاقي اللي هو ستيكرز لفلسطين، ملصقات والى اخره. ففي دور فعال في الموضوع، واي شخص من اللي حكينا عنهم اللي لا يربطني فيه اي شيء الا الانسانيه وحب اللي هو المعرفه وعدم الاقتناع في الميديا الموجوده، هو اللي بيوصلوا لهاي الاشخاص، وهم اللي بيوعوا كثير. فالنقطه لو نرجع للنقطه الاولى، لازم يكون هدول الناس بشكل عام موعيين لدرجه عاليه بالثقافه في القضيه الفلسطينيه، حتى انه اي سؤال يكون موجود عند الشخص اللي عنده الفضول انه يقدروا يجاوبوه. وهادشي هو اللي كنظن كينقصنا بزاف، واللي خاص الشباب ديالنا يخدموا عليه. حيت انا كنامن بواحد الحاجه، بانه ممكن في الصغر ديالنا ما كيكونش كنكونوا مؤثرين بالمجتمع ديالنا، ولكن كنوصلوا لواحد الدرجه ديال العمر كنظن بانه ما خصناش نبقاو نعطوا الاكسكيوزز، يعني نديروا الاعذار. خاصنا نمشيو نقلبوا حنا ونعرفوا حنا باش الا تكلنا في هذاك الموقف ديال غادي يجي عندك واحد اجنبي غادي يقول لك، يقدر يوريك غير فيديو، يقدر يوريك فيديو ديال نتنياهو يقول لك هما كيصفقوا عليه. الله يبارك في النار، الله يعرف. انا مروح فلسطين بعد بكره مروح فلسطين، بكره بعد ما نروح فلسطين براعم اخر نهار غادي نديرو حلقه يعني هي اخر نهار انه هون من بعد عامين. نعم صحيح. فقلت لك لا تحطيتي في شي موقف يقدر يجي عندك كما قلت لك اجنبي يوريك شي فيديو يقول لك ها هو هاد شي واحد كيدوي مثلا، شي واحد شي ممثل كبير كيدوي كلشي كيصدقو كيدوي عنده اساليب الاقناع. فخاص يكون عندك انت الحجاج كشاب، يعني خاص تكون على الاقل عندك المصادر، تعرف غير شنو تكتب في جوجل باش تقول لي لا راه كاين هذه وكاين هذه وكاين هذه، باش الاخر يعرف بانه كاين واحد الجانب اخر من القصه اللي انت ما عندكش عليه اي معلومه. اللي داروا لك عليه الدراجات بحال داك البغل كيديروا ليه الدراجات باش كيبقى غادي. نعم. شكرا لك بزاف على التغطيه ديالك للقضيه من واحد الجانب اخر، حيت حنا صعيب نعرفوا صراحه. هنبقاو في القضيه حيت القضيه ما كتساليش، وملي كتبدا الحديث ديالك كيبدا الحديث على القضيه كتزاد الراس كيبغي يعرف ناخذ واحد البوز نصطاد في ابراهيم الاتاي. نعم الاتاي المغربي بالكشكوشه مع الكشكوشه. معلم سي اسامه. انا واعرف اتاي ما كنا اتاي او بالرز ديالو شكوشته. بسم الله نعم سيدي. الله يسلم يديك يا رب. تفضل. قلت لك بسم الله بعد ندخل. نعم بسم الله. قلت لك غنبقاو في القضيه، وبغينا نحطوا شويه الضوء دابا على مشاعر الضفه الغربيه مع على غزه، حيت غزه هي فين كنظن فين تخلق الحدث هذا العام، وبغينا نعرفوا الاوضاع تما. شنو ممكن تهضر لينا على غزه، حيت غزه واحد المنطقه نتوما كفلسطينيين اللي كاع الناس الفلسطينيين اللي تلاقيت معاهم هنا في الغربه كتامنوا بالقضيه، عزيز عليكم فلسطين، لكن غزه بحال واحد نعم الطفل المدلل او الطفل الصغير بحال شي حاجه اللي سبيشال بزاف. كتقول فلسطين القدس كنبغيو، ولكن كتقول غزه بحال كتحس بحال غزه الجرح العميق. غزه يعني هي المكان الاساسي او الخاص فيها في القلب. يعني غزه والله ما نعرف شو بدي احكي لك بصراحه، لكن الوضع الحالي في غزه هي عباره عن، تعرف ايش تعريف اللي هي منطقه منكوبه. فهي فيها منكوبه بكل معنى الكلمه. يعني حتى لو يعني بعد انتهاء الحرب
انتهت الحرب على غزة، انتهى العدوان على غزة، والناس بدها ترجع لحياتها الطبيعية. تحتاج يعني مش أقل من 20 سنة لحتى ترجع الأمور لغزة طبيعية، عدا عن انتشار. يعني الشيء المؤثر جدا بعد الحرب الأوبئة الموجودة حاليا، والأمراض اللي منتشرة، والفقر المدقع، وقلة اللي هي وسائل الحياة الموجودة. البنية التحتية يا صاحبي ما فيش بنية تحتية نهائيا، كل شيء تدمر. شوارع، مستشفيات، مدارس، معاهد، جامعات، كل الجامعات في غزة دمرت كلها كاملة. المستشفيات احنا شفنا المستشفيات شو اللي بيصير فيها. فالامور والوضع بغزة يعني كارثة. يعني من كم يوم شفت كنت بشوف في اليوتيوب شخص من الناس اللي بتروح على الكوارث الطبيعية والكوارث الغير طبيعية والحروب كذا، بقول أنا شفت أحداث كثيرة بحياتي، شفت تسونامي، شفت أمور، ولأنه بيشتغل في التطوع والإنقاذ وبيشتغل في هو يعني مسعف. فبقول الشيء اللي شفته بغزة لا يمكن أن يتصور بعقل في أول أسبوع من الحرب، فما بالك إحنا حاليا قربنا 10 شهور من العدوان على غزة. وتخيل كيف راح يكون الحال في غزة. طبعا حاليا عشان احنا عندنا في منطقتنا اللي انا ساكن فيها مخيم طول كرم ومخيم ذو شمس ومخيمات شمال الضفة، اللي وضع شوي قريب نوعا ما من غزة، قريب نوعا ما من غزة. يعني اي مكان فيه بيكون نوع من انواع المقاومة ونوع من انواع رفض الذل، رفض الظلم ورفض الاحتلال. حكومة الاحتلال كانت واضحة يعني بالنسبة للموضوع انهم راح يكونوا هم يعني في اللي هو وزير من الوزراء الإسرائيليين سميته سموتريتش، بيقول راح نعمل في طول كرم نفس ما عملنا بغزة لأن تهدأ الأمور. فالوضع كثير صعب سواء في غزة سواء في مخيمات الضفة. فلما نرجع لكن في غزة أكثر بكثير. فلو نرجع نحكي يعني كم سنة بتحتاج غزة، بتحتاج كثير سنوات لحتى ترجع غزة كمدينة بدأت حياتها. فشنو في نظرك، عرفت لك كنتي كدوي مع شي واحد دابا من غزة، قلتي نقولوا شاب مثلا بحالنا، كانت الحياة ديالو زعما قبل بداية العدوان كان كيمشي كينوض مع الصباح، عنده كورسات في الجامعة، كيرجع. شنو المعنى ديال الحياة تاع هذا الشخص دابا اللي كان باقي على قيد الحياة؟ شوف، يمكن يعني ما أنا بصفتي فلسطيني لكن مش من مدينة غزة، يمكن ما بقدر أنا أمثل لسان حال أهل غزة. يعني هو الشخص اللي من غزة أنا بتشرف إني أتحدث باسمه، لكن بدي أقول لك شيء، غزة حاليا عايشين على كلمة واحدة: الحمد لله، الحمد لله. فهم الناس يعني عندهم الإيمان مستوى مختلف عن الإيمان عندنا، لأنه عندهم الحياة مقياس الحياة والأشياء الأمور الحياتية المادية ما عندهمش كثير القيمة، يعني ما عندهمش كثير قيمة بالنسبة للأمور المادية. فهم يعني احنا بنقول الحمد لله على كلمة الحمد لله. يعني احنا بنحمد الله انه في الحمد لله، لأنه هذا الشيء بطيب الخاطر وبطيب النفس، بتخليك تشوف قديش الحياة مش مستاهل انك يعني تخسر فيها ناس او تزعل فيها مع ناس، او لأنها الحياة قصيرة جدا. فهم اكثر ناس بيشوفوا الحياة قصيرة، وبشوف ان الحياة لا تستحق انك انت تزعل نفسك مع ناس او تعادي الناس او تتصرف اي تصرف سيء في الحياة. فالحمد لله هم عندهم كلمة الحمد لله. الشباب اوكي، انا متأكد انه يعني الشباب صحيح انه الامور عندهم جدا سيئة وفيش مستقبل. الناس خلصت سنة من عمرها حاليا، في ناس تخرجوا وهم لساتهم مش عاملين شيء خلال سنة تقريبا. لكن يا أخي عندهم منظور مختلف جد. هذا الشيء سبحان الله هي كرام من ربنا، إنه الشخص يكون عنده منظور مختلف للحياة. هذا المنظور بيساعدك على إنك تشوف قديش الدنيا هانية. يعني الأمور إن شاء الله تكون أحسن لأهلنا في غزة، لكن إن شاء الله الصبر يا صاحبي. ربي كبير، ربي كبير. هذوك الناس هذوك
كنظن بانهم كيبغيو الله، لان هادشي اللي عاشوه ما عاشوش شي واحد الضغط. كنظنش ماشي كاينين شعوب اخرى تا هما كي عليهم اضطهاد اللي كنتمناو لهم الخير تا هما وربي معاهم، نعم مي هما بحال كان عليهم واحد الاضواء كتحس يعني انت كشاب تدخل، الا كانت انترنت بعدا تدخل الفيسبوك ولا انستغرام تلقى انت عايش في الوضع وعارف شنو كاين، وكتلقى واحد الشخص في واحد الدوله اخرى اللي عنده واحد التاثير وعنده واحد الكلمه وعنده الميكروفونات حداه كيقول لا راه الوضع هو هذاك وراه هادوك هما اللي ظلموا هادوك. نعم. فما عرفت كيف يكون الاحساس ديالك. ما الحمد لله على كل حال. ناخذ شويه الراحه من القضيه ياك، وندوزو لابراهيم ونهضروا على التجربه ديالك، ولكن نبداوها من فلسطين. نبقاو في فلسطين الحبيبه. تبدا لنا التجربه ديالك من فلسطين قبل ما تجي هنغاريا. شوف شنو قرايتي، شنو نعم. درتي في فلسطين؟ انا درست في البدايه درست اللي هو عندكم تسموه التكوين. نعم. فبدايه حياتي بعد البكالوريا درست التكوين، بسبب انه يعني ما في البدايه ما قدرتش اني ادخل في كليه الهندسه، مدرسه الهندسه. نعم. فكان السبب الاساسي ان انا دخلت، سبب اختياري للتكوين ان انا بدي اكمل بعدها الهندسه، فدخلت في التكوين. وبعد التكوين كانت الامور كويسه في التكوين عندي، فرحت انا كملت باتشلر او بكالوريوس في الهندسه الميكانيكيه، هندسه السيارات. طبعا حتى التكوين كمان بالسيارات، هو والدي بالاساس ميكانيكي سيارات، فانا تعلمت في البدايه. واحد المثال مغربي يقول لي تبع حرفة بوك لا يغلبوك. نعم هذا موجود عندنا. اتبع صنعه ابوك لا يغلبوك. نعلم نحكي الصنعه. ففعلا يعني بدات يعني الامور من الصغر، لما كانوا يسالوني شو بدك تصير لما تكبر اقول لهم مناكيكي. مناكيكي يعني ميكانيكي. نعم. فكانت الامور يعني خلاص واضحه انا بالنسبه لي من الصغر ان انا بدي اصير ميكانيكي سيارات. فدخلت اول شيء في العطله الصيفيه بنسميها اللي هي في اجازه الصيف. كنت بشتغل مع والدي. من بعد درست في مدرسه صناعيه او اللي هي عندكم يمكن تسموها التقنيه او تخصص التقني. نعم. فدرست فيها اللي هي الهاي سكول او الثانويه. ومن بعد اللي هي في الصناعه او مدرسه صناعيه درست اللي هو ميكانيك سيارات برضه. بعدين رحت للتكوين درست برضه ميكانيك سيارات. وبعدين رحت للجامعه اللي هو في الباتشلر ودرست برضه بكالوريوس في الهندسه الميكانيكيه او هندسه السيارات طبعا. وفي الفتره اللي انا تخرجت فيها اسمح لي قطعتك، عندي سؤال. الدراسه كتكون باللغه العربيه من زعما البرايمري سكول؟ نعم. وفي الهاي سكول هي بالعربيه؟ نعم صحيح. الجامعه في اللغه الانجليزيه. نعم الجامعه في اللغه التكوين في اللغه العربيه، لكن الجامعه تخصصات في الانجليزي. نعم صحيح. فبندرس التخصصات الهندسيه باللغه الانجليزيه. لكن عشان يعني نكون واضحين، هي مش التدريس باللغه الانجليزيه، لكن المواد والكتب والاشياء كلها باللغه الانجليزيه. نعم صحيح. فانا كنت في هذيك الفتره يعني داخل اكثر من وظيفه. درس يعني كنت اغلب وظائفي كانت كمدرب ومدرس في هندسه السيارات، كمصلح. بعلم الطلاب كيف يصلحوا السيارات كيف الى اخره. ففي الفتره اللي انا تخرجت فيها نشرح اليوم يكون الاستاذ اللي كيدير الطب لي ترافو براتيك، ما شنو لي ترافو براتيك يعني براكتيكال. براكتيكال اللي هو العملي، الجانب العملي للمواد. صحيح. فانا كنت بدرس اللي هو الجانب العملي والنظري لنفس الماده اللي هو في ميكانيك السيارات. فلما خلصت الباتشلر الهندسه الميكانيكيه او هندسه السيارات، كنت انا في هذيك الفتره دخلت في وظيفه جديده اللي هي في التدريس في الجامعه. بدرس في جامعه فلسطين التقنيه اسمها، اللي هي جامعه خضوري الاسم المختصر لها. ففي عندنا تخصص نظريه، بدرس اللي هو النظري والعملي. عندنا موجود بدرس في التكوين، وبدرس احنا عندنا التكوين بسموه كليه. فالتكوين عندنا موجود جزء من الجامعه، جزء من اللي هي اللي هو بروجرامز الموجود في الجامعه او البرامج الموجوده في الجامعه.
فمن ضمنها التكوين، وتابع للهندسة الميكانيكية، يتبع الهندسة الميكانيكية. فأنا بدرس في التكوين ومدرس نفس الوقت في البكالوريوس أو في الباتشلر للهندسة هندسة السيارات. قبل ما أجي أنا على هنغاريا كنت أنا لازلت في العمل هذا لحد ما أنا جيت على هنغاريا. زي ما تحكي اللي هو نوع من أنواع الإجازة التعليمية. أنا جيت على هنغاريا إجازة تعليمية، لكن طبعا أنا متزوج وعندي توأم بنات. الله يصلحهم. كنت باغي نقولها لكن دموعك. نعم نرجعوا لهذه. فكانت قرار، طبعا أنا كنت متزوج جديد وكان لسه عمر أطفالي سنة، يعني كان الموضوع سنتين اللي متزوج تقريبا. فكانت الأمور صعب جدا اتخاذ قرار الدراسي خارج فلسطين، كون أنا ما خرجتش من فلسطين إلا بس رحت على العمرة ورجعت. تمام. في 2017 يعني. تمام. فالأمور كانت شوي مش سهلة بالنسبة لي إني أنا أفكر في الدراسة في الخارج وأنا ما عنديش حتى يعني شيء معرفة عن كيف أوروبا دايرة أو كيف الوضع المعيشي في أوروبا خصوصا للدراسة، وعندي عائلة ومسؤوليات كثيرة. لكن المشجع الأساسي كان إلي يعني زوجتي، يعني هي اللي كانت تحكي لي آمين يا رب إن شاء الله يا رب نفرح فيك بزواجك ويجي عندك نعم يجي على آسفي على عبده نعمل لك العمرية. نعم أول تسنى بزاف. لا مش بزاف، أول ما تخلص من هذا مباشرة إن شاء الله ضربت لصقت. صحيح. جيت على هنغاريا بتوفيق من الله، ثم بتشجيع من زوجتي، انه هي يعني تعرف اول شيء لازم اجي لوحدي بعدين اعمل لهم الدعوه والى اخره. السؤال هنا واش الفكره جات غير صدفه، الفكره ديال الدراسه في الخارج، ولا انت تصادفتي مع شي واحد اللي دويتي معاه؟ واش كانت الفكره ديال هذه المنحه ولا كانت غير فكره عامه كنتي كتقلب يعني بشكل عام على شي منحه في دوله اوروبيه، ولا كنتي تصادفتي مع لو نرجع شويه لو نرجع في الكلام لورا للخلف شوي، كانت قبل ما اني اتزوج، طبعا زوجتي من طلابي لكن قبل ما أتزوج كنت أفكر في الدراسة بالخارج وما كنتش مفكر بالزواج أساسا. لكن سبحان الله يعني الأمور ربنا يعني بيسر الأمور حسب اختيارات ربنا. فموضوع الدراسة بهنغاريا ما كانش نهائيا بالحسبان. فأنا لما قدمت للجامعة عندي أن أنا بدي أكمل دراستي بالخارج وإلى آخره، يعني اللي هي بنسميها منافسة للابتعاث، فأنا قدمت الملف تبعي وما توقعتش انهم يقبلوه، لانه في كثير ناس قبلي موجودين في الجامعه هاي وقدموا لهذا الملف للابتعاث اللي هي الجامعه اللي بشتغل فيها انا الخدام فيها. يعني انت كنتي كتقدم الملف ديالك كموظف في الجامعه؟ نعم. باش يقلبوا لك هما على شي بروغرام؟ لا، هي الجامعه الابتعاث واش هي الابتعاث؟ لا، هو الابتعاث هو نوع من انواع المنحه، يعني الجامعه بتعطيك منحه او جامعتي اللي بشتغل فيها كموظف تعطيني 2 سنين من الإجازة لكن مدفوعة الراتب. وانت دور انت على اي جامعة بدك اياها، لكن لازم تكون الجامعة معترف فيها في السيستم تبعنا او في النظام. فكانوا طالبين ناس معهم، يعني طالبين من التخصصات المطلوبة عندنا في الجامعة اللي هو ماجستير هندسة السيارات. فأنا قدمت اني انا بدي اكمل دراستي بهندسة السيارات او ماجستير هندسة السيارات، وفي كثير ناس غيري كانوا متقدمين. فأنا كانت ما توقعتش إن الفرصة تجيني من أول مرة، لأنه دائما بيحكوا لي لازم تجرب أول مرة وثاني مرة، بالثالثة يمكن يعني تحصلها. فأنا قدمت طلب هيك تمام على الله مقصرين. والله غير مقصرين. فلما قدمنا الطلب والأمور يعني أجاني القبول، لكن لما أجاني القبول كانت معظم المنح الدراسية في الخارج منتهية، يعني كان منتهي. فصرت ابحث انا في اليوتيوب كذا، فواحد حط عن المنحه الهنغاريه. انا بعرفش ايش يعني هنغاريا الا هي بس اسمها المجر بالعربي بس. ما كنتش ويعني كنت اخربط في اللي هو يسالوني مثلا ايش عاصمه هنغاريا، كلهم بوخارست بدل بودابست. فما بعرفش ايش هنغاريا، مين هنغاريا يعني كانت بالنسبه لي. كنضل ما كنعرف كاع العاصمه. لا انا بعرف انه بودابست او بوخارست، فبقول لهم دائما بودابست او بوخارست. فشفت اللي هي المنحة وتفرجت فيها وبلشت أبحث إيش هنغاريا إيش فيها،
وقدمنا الطلب مثل ما باقي الطلاب قدموا الطلب، والحمد لله رب العالمين تقبلنا. لكن زي ما حكيت لك ما كانش التخطيط او ما كانش المخطط، هذا اللي كان موجود. مزيان يا سيدي. نعم. انا قدمت الطلب ايوا وجاك القبول. كنظن بعدا واحد الحاجه ذكرتيها خاصني نركز عليها. وي كونسيدرت لايك از بلاس، هي انت قريتي التكوين من بعد درتي الباشلر ومن بعد درستي. فانا كنظن عاد الاب ديالك كنتي كتشعد الاب ديالك طبعا يعني بحال كان طبعاً. عندك هنا واحد جمعتي ما بين واحد 4 الحوايج اساسيين كمهندس. يعني خديتي النظري حيت درستي، نعم، وخدمت في سوق العمل وخدمتي في سوق بالضبط. العمل وخديتي التكوين أكيد. وقريتي الباشلر صحيح. كمهندس عاد جيتي هنا. صحيح. كنظن هذه تكون عاوناتك بزاف ديورينغ هذا الماجستير اللي درتي هنا. 100%. يعني بصراحة أحكي لك إياها، لو اعتمدت على دراستي هون يعني أنا لما جبت العائلة هون، قعدوا معي العائلة لمدة سنة هون، فلما جبتهم العائلة هون وكانت الأمور صعبة جدا من ناحية إدارة الأمور ماديا، ماديا فكنت مضطر إني أشتغل وأضبط الأمور. لو كنت معتمد على دراستي اليومية مثلا ما كانت الأمور تزبط، لكن أنا معتمد على النوليدج الموجود عندي أو المعرفة الموجودة عندي المسبقة في هندسة السيارات. فبصراحة يعني كانت الأمور بالنسبة لي مش صعبة كثير، خصوصا أنا مدرس ومدرب في هندسة السيارات وعندي كثير دورات وإلى آخره. فلا بصراحة الخبرة اللي كانت موجودة عندي ساعدتني كثير في إني أتخطى موضوع اللي هو الماستر يعني كان في بعض الصعوبات لا شك، في بعض الأمور الجديدة اللي هي بما يتعلق في الاي اي والى اخره. ما بعرف اذا الجمهور مهتم في هالامور، لكن كان في بعض الامور اللي هي لازم اني ابذل فيها الجهد، والحمد لله رب العالمين. ربي كبير. الحمد لله ربي كبير. الحمد لله. وداز كل شيء داز الحمد لله. خليناها قلنا وصلك القبول جيت لهنغاريا. شنو السؤال اللي نسألك هنا، شنو كنتي كتوقع قبل ما تجي؟ شنو كنتي كتوقع وملي جيتي شنو وقع؟ يعني شنو كانوا الافكار ديالك؟ يعني ملي كنتي قاعد كتجمع مع الزوجه ديالك كتقول لا واقيلا راه هنغاريا بحال ما هكا، راه واقيلا. شوف الشيء اللي كنت شنو التوقعات اللي كانوا عندك؟ التوقعات اللي كانت عندي مثل يعني كمثال بسيط، اغلب الناس اللي بعرفهم في اوروبا عايشين في اوروبا، تمام؟ مش بهنغاريا. بمعنى اخر يعني جاوبت على السؤال الفكره ديالك. تمام. شوي الموضوع الانفتاح، الناس اللي اكثر، خلينا نحكي يعني في المانيا بنعرف طباعهم من الناس، فرنسا برضه بنعرف كيف الناس دايرين في فرنسا الى اخره. في بعض الدول مثلا في ايطاليا بنعرف ان الناس مثلا اكثر اجتماعيه والى اخره. يعني كتلقى معلومات، نعم، كتعرف معلومات انطلاقا من الجاليه الكبيره بالضبط اللي كاين في الدول. لكن بالنسبه لهنغاريا ما عمركم سمعتي شي واحد حتى انك تبحث يعني في النت الجاليه العربيه، الجاليه كذا، اي شيء حد يحكي اي شيء، شي انستغرامر ولا شي فلوجر فيش الا واحد يعني حاطط هيك يعني عن جوله في بودابست. شو بده يشوف في بودابست؟ يعني راح شاف الاماكن المعينه فيها، ما اختلطش في الناس. الشيء الاساسي اللي جيته لما جيت لقيته هون، اوكي شيء مغاير جدا. انا توقعت انه الناس اكثر اجتماعيه. علاش توقعتيهم يكونوا اكثر اجتماعيه؟ لانه مثلا الناس اللي بعرفهم انا اللي كانوا يزورونا في فلسطين، الاوروبيين بشكل عام كانوا كثير يحبوا يسمعوا وكثير يحبوا يسالوا. فانا كان عندي النظره هاي انه بشكل عام اوروبيين هي كانت النظره اللي عندي. فلما جيت على هنغاريا الناس مستحيل يفتح معك محادثه اذا انت ما بداتش المحادثه. دائما لازم انت الشخص الانترناشونال او الشخص اللي من خارج هنغاريا انت اللي تبدا السؤال. اذا بتتذكر في البدايات لما جينا احنا لما درسنا هانولا كان ما تكونوا هنغاريين، هو هنغاري ما تكونوا هنغاريين، الاشي اللي ما بتعرفوه اسالوا عنه، ما تخلوا السؤال عندكم. فهو بيقول الطلاب الهنغاريين، هو بيحكي كهنغاري بيقول لك الطلاب الهنغاريين بيبقى مش عارف الشيء ولكن ما بيسال خلص تمام. فانت حتى يعني اذا بتلاحظ عندنا في المطبخ مشترك في الطابق كامل، انت بتكون تطبخ شيء معين، شايف هو شايفك بتحط الابزار وبتحط التحميره والتصفيره والتحضير كل شيء بتحط وبتعمل في الاكل وكيف الفوضى، لكن هو عنده بتفرج عن بعيد هيك وبده يشوف شو انت بتعمل، شو بتسوي كذا. مستحيل يسالك شو بتعمل او مستحيل يسالك ايش هذا. خلص غريبين. لكن تيجي انت بتساله do you know what's this او بتعرف ايش هذا الشيء، فبقول لك لا ايش هذا.
فانت بتصير تشرح له عن هذا الشيء واو، فبصير عنده كمان انه خلص شعر بالراحه. شعر برا. لكن في شيء نقطه مهمه جدا، هاي انا دائما بحكيها، لكن اذا كانوا درانك، اذا كانوا سكرانين بصيروا اجتماعيين بصيروا يحكوا بالانجليزي كمان. نعم تسرح لهم لسان. طبعا فبصير عندهم اللغه الانجليزيه يعني بتصير بطلاقه فلوينتلي. فانا يعني الشخص اللي بشوفه هو سكران بشوفه مش سكران، هو مش سكران، هو طبيعه كلنا كانوا سكرانين طيب. ما بحكيش هاي، بشوفني هو فبقول له هاي هاي تمام. لكن لما يكون هو سكران براتو هو برو فبصير الامور يعني اكثر عندهم راحه. لكن لما سالتهم عن هذا الشيء بقول احنا ما عندناش اللي هي الثقه بالنفس انه نبدا حديث، ما عندناش الثقه بالنفس الحقيقيه، احنا ناس انتروفيرت على نفسنا يعني كلوز لنفسنا، فما عندناش الثقه بالنفس انه نعمل حديث مع اي شخص خصوصا باللغه الانجليزيه، لانه احنا بنعتقد في داخلنا انه لغتنا الانجليزيه سيئه. لكن لما نكون شاربين بصير عندنا ثقه بالنفس، بصير انك انت تحكي انجليزي فبتلاقي لغتهم الانجليزيه وهم سكرانين افضل من والعياذ بالله طبعا. والعياذ بالله. نعم صحيح. لكن هي تجربه مميزه بالنسبه لي بشكل عام، تجربه في كل ما تحمل الكلمه من معنى. تجربه يعني كانت مش سهله بالنسبه لي، لكن تعلمت فيها كثير امور. اشرح لي الدولية على حيث انت كما ذكرتي جات الزوجه ديالك والبنيات الله يخليهم ليك جاوا في السكند سيمستر. نعم جاوا في الفصل الثاني بجانيوري بشهر واحد سنه 2023. نعم. احكي لي على التجربه ديالك وانت بعيد عن العائله، يعني من شهر 9 من شهر 8 انا جيت اخر شهر 8 لحد شهر لاخر شهر 12. يعني التجربه ديالك وانت كما قلتي يعني ممكن نعتبروا في ديك اللحظه الزواج كان باقي حديث ماشي. نعم طبعا وعد زيد البنيات باقيين صغار. نعم صحيح. شوف في عندنا المثل بيحكي اعزب دهر ولا ارمل شهر. اشرح لنا. نعم elaborate. طبعا فانت يمكن تقدر تعيش كل حياتك اعزب بدون زوجة، يمكن تقدر تعيشها كامله عادي، لكن اذا انت تزوجت صعب جدا تعيش حياتك بدون زوجة. فاصعب شيء ممكن تعيشه انت في حياتك انه تكون متزوج وتبعد عن زوجتك بغض النظر عن الاسباب، سواء انه سفر او لا سمح الله طلاق او وفاة او الى اخره. فالمثل بيحكي اعزب دهر يعني طول سنه او طول العمر ولا ارمل شهر. فكانت اصعب ايام حياتي لما انا وصلت على المجر على الهنغاريا بدون زوجتي. انا معتاد على الحياه الزوجيه، يعني معتاد انه كل شيء ملابسي موجوده، طعامي موجود، شرابي موجود، كل شيء مرتب، كل شيء. انا فقط علي العمل، التربيه، يعني الامور اللي هي الرجل بيعملها بشكل عام. فكانت الامور جدا صعبه لدرجه انه انا كنت يعني صح وانا اعزب كنت كل شيء بعمل اصلا. يعني بالاساس انا بالمناسبه بحب الطبخ كثير، بحب عمل الحلويات، بحب هاي الامور كثير، لكن بحب اعملها صرت لما بعد ما اتزوج صرت احب اعملها في جو اسري عائلي اكثر. ليه؟ في نوع من انواع اللي هو التعاون غير مختلف، كون انشطه مشتركه، يعني بمعنى اخر مش انا اللي بجلي وبنقل المواعين بعد ما تمام. فانت بتتفاجئ انك انت لسه في الجامعه، عندك محاضرات، بتخلص المحاضرات ترجع بتلاقي لسه انت بدك تعرف شو بدك تعمل اللي بدك تاكل، لسه بدك تروح تمشي للشبار ولا تسكو ولا اي متجر من هاي المتاجر، بعدين بدك ترجع تشتري تجيب الاغراض ولسه بدك تعمل الاكل. تتفاجئ مثلا والله خالص الزيت وانت مش عارف انه ناقص الزيت، يعني بدك تروح تجيبه كمان مره من الدكان، او بدك تاخذ من اي حد تقول بس عفاك بس بدي شويه زيت. فلا صدقا يعني كانت الامور صدقا كثير صعبه. يعني انا بعدها يعني الفصل ما تحملتش، يعني جبت العائله، يعني عملت جهد اني اجيب العائله تمام. يعني شوف اللي هي عائله موجوده، شو ما بينقص في البيت كله بوصلك على الواتساب تمام، على رساله والله ناقصنا كذا 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 كذا، وانت راجع على البيت بتجيب كل شيء. الحياه سهله، الحياه صح انه مصروف عالي كان، لكن والله صراحه مريحه.
الأمان يعني نكون يعني مع يعني أنا بس بشجع على الزواج. أنا شخص يعني كنت رافض فكرة السفر بالذات في الفترة الأخيرة، رافض فكرة السفر بدون ما أكون متزوج صراحة لعدة أسباب، لكن من ضمنها اللي هو السبب الرئيسي يكون عندي زوجي، يعني إنه حدا يعاوني في حياتي، يعني حدا يمشي معي في هدفي وأنا أمشي معاه في هدفه. هذا يعني هذا أفضل شيء يعني. دويتي لينا انت على دابا الجانب ديالك، الجانب الشخصي ديالك، بغيت نعرف الجانب ديال الزوجه والبنيات، انت بعدتي عليهم نعم. كيف كانت بالنسبه نعم لهم؟ طبعا. شوف أنا من يعني شنو الفرق ما بين الرؤيه ديال الرجل والمراه؟ انت الرجل أكيد دابا شفتي أكيد. انت هضرتي لينا على المنظور ديال بعدتي، يعني كانوا عندك الاولويات، شحال هذيك كنتي كتلقى كلشي مرتب، عارف شنو المهمات اللي خاصك ديرهم، كتمشي كدرس، كتمشي كتقدا، كتمشي مثلا تجيب التقضيه، نعم مشتريات مشتريات حاجات البيت حاجات البيت. انا احكي معي في الدارجه راني يعني نهضر بالدارجه مزيان. عارفك باطا، عارف الروتين ديالك. ملي جيتي هنا لهنغاريا تبدل هذا الروتين. بغيت نعرف المنظور ديال الزوجه والبنيات، شنو المنظور ديال المراه على اللي مختلف، هذا يكون مختلف عن المنظور ديال الراجل. الراحه. شوف يعني هي كنت شوف لما انا تركتهم وجيت على هنغاريا، زوجتي عاشت مع والدتها تمام، فهمت. وبناتي عاشوا مع والدتها، وبنات يعني مع اختها كمان يعني اخت زوجتي والدتها موجودين، فهي راحت عندهم اعطتهم البنات. هي حماتي اللي هي والدة زوجتي، انتم بتسموها نسيبه وقع. انت في المغرب لك انت والدة زوجتي، والدة زوجتك تقول لها نسيبتي. اوكي احنا مختلف شوي. حماتي يا حماتي، عرفت فاهم مفهوم. فهي هي بتحب تعمل الاكل، بتحب تطبخ تمام، فزوجتي مرتاحه كانت من موضوع الطبيخ تمام. الشيء الاخر اللي هو بناتي، يعني يعني دائما كانت زوجتي مهتمه اكثر شيء فيهم، لكن خوات زوجتي بيحبوا البنات كثير، بيحبوا جوليا وجوانا. بناتي اسمهم جوليا وجوانا. والله يخلي لنا اياهم يا رب. تحيات لجوليا وجوانا. جوليا وجوانا تحيه لكم. ما ديروا 10 سنين وتفرجوا في هذا الفيديو. نعم اكيد نعم. راح يضحكوا علينا كثير. الله يطول في عمرك، الله يخليهم لك ان شاء الله. فكثير كانت الامور يعني بالنسبه لهم. لا هو شوف عشان نكون صريحين، اوكي يمكن هاي الامور كانت فيها نوعا ما من راحه، لكن البعد اللي هي يمكن الناس اللي عاشوا في ظروف مماثله بيعرفوا شو بحكي عنه. المكان لما يكون بدون زوج، او بيكون بدون الاب، او بيكون بدون الاخ الكبير، او يعني اي حد من السند، فبكون مختلف شويه من ناحيه اللي هو اداره البيت وشؤون البيت بشكل عام. الحين اذا كان الزوج موجود او الشخص الذكر موجود، بيساعد كثير في الامور البيتيه اسرع، يعني بيروح بيجيب الاغراض، بيشتري، بيساعد في الامور البيتيه، شيء خرب في البيت، شيء متعطل، شيء كذا، فهو موجود. يعني انا بحكي لك عن الامور اللي هي مش الزوجيه بحد ذاتها، لكن اللي بوجود شخص ذكر في البيت، فهو اللي بيقدر هاي الامور، يعني هو غالبا هو اللي بيشتغلها. فكانت الامور برضو من هاي الناحيه يعني جدا صعبه، اضافه الى الامور الزوجيه الخاصه والى الاسريه بشكل عام برضو مش سهل فعليا، هي مش سهله يعني جدا. فهي كانت يعني الشعور اللي لها، يعني هي صح دعمتني كثير وشجعتني، لكن الاشتياق له كان نصيب كثير، وسؤال البنات عني كثير كان هذا النوع كبير. يعني جوليا وجوانا يعني اكثر شيء كان اول كلمه حكوها بابا، اول شيء بابا بابا، فصارت بابا، فهي صاروا يسالوا وين بابا بمعنى اخر، فنضطر يعني نحكي مكالمات بزياده على التليفون وعلى الواتساب والى اخره عشان نغطي هذا الجانب. فهمتك. نعم. عندي لك واحد السؤال، في نظرك مستقبلا لا جاتك هذه الفرصه، ماشي جاتك فرصه، جاتك يعني كنتي في واحد الموقف انه اتبعد عاوتاني على الزوجه ديالك وعلى جوليا وجوانا، واش تاخذ نفس القرار؟ عاوتاني سؤال اخر، ما عرفت يجي عندك شي شاب
في نفس الموقف اللي عشتيه انت، يقول لك غنمشي نقرا مثلا في شي دوله اكس، نعم. لكن غنخلي المدام وولاد. شوف شنو زعما شنو النصيحه اللي تقول لي؟ شوف هي النصيحة دائما النصيحة بعد تجربة، مزبوط. فأنا انت تقول نصيحه عن التجربه ديالك. النصيحة بعد التجربة هاي، حاول قدر الإمكان هذا العمر لأطفالك ما تكون بعيد عنهم فيه. يعني بيكبروا بسرعة 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 بيكبروا. فأنت يعني في فترات من الحياة راحت عليك، يعني فترات من حياتهم هاي أنت ما عشتهاش معاهم. فشو الحل اللي يعني استنتجته؟ يعني مثلا أنا بدي أعمل مثلا دكتوراه، تمام؟ فشو الحل اللي عندي؟ الحل إني أنا أبدأ من الآن أخطط إذا بدي أدرس دكتوراه لازم أكون عارف وين راح أدرس، وين شو راح أعمل، وكيف راح تكون أمور المادية، وشو راح أشتغل هناك، وشو راح أعمل عشان تكون معي عائلتي. لازم تكون معي عائلتي وأنا أكون مغطي كل هاي الاحتياجات. يعني بصراحة إذا كنت بدي أدرس الدكتوراه صعب إني أدرسها بهنغاريا لسبب قانون جديد، زائد لو كان ما كانش القانون ما كانش عمل، العمل مش موجود. يعني الصراحة هنا الخدمة أو الشغل هون تشتغل كثير لكن المردود المادي قليل، فما راح يغطي أمور العائلة. إضافة راح يكونوا يعني بناتي في هذيك الفترة في عمر اللي هو المدرسة. والمدارس هنا ما فيش مدارس في اللغة الإنجليزية وإلى آخره إلا في مدن أخرى يعني. فراح يكون كثير هذا الشيء صعب بالنسبة لي. فخيار هنغاريا أنا كشخص أعزب مثلا لا خيار كويس يعني أوكي متقبل، لكن كشخص متزوج وعنده أطفال في عمر المدارس صعب جدا. بحكي عن تجربتي وتجربة شخص آخر برضو اضطر يرجع على بلده وترك المنحة الدكتوراه بس عشان اللي هو أطفاله. تمام. فلازم يكون واحد الشخص محدد مكان وعارف دارس المكان بالضبط، ويكون يعني على الأقل دولة فيها العمل، يعني العمل يكون في سخي في الدفع، في سخي في اللي هو السالاريز أو الرواتب. فهمتك صراحة نقطة واضحة. إبراهيم كاين واحد الحاجة بغيت نزيدها اللي استنتجتها عن التجربة ديالك في العلاقات عن بعد. يعني أنت متزوج ولكن اضطريتي بأنك تخلي المدام وتخلي البنيات واحد المدة، لكن الحاجة اللي استنتجتها بأنك ماشي خليتيهم واحد المدة مجهولة. يعني تا المدام قلتي لها راه غنمشي نقرا في هنغاريا وصافي ما عارفينش. يعني كان واحد المخطط بأنك تجيبهم في شهر واحد، فكنظن هذا هو اللي كيخلي داك الصبر وكيخلي الامل. كنظن واقيلا هذه واحد الحاجه اللي ما عرفت كتجيني استنتاج انا اللي في جميع الناس المتزوجين لا كانوا في واحد الموقف بانهم العلاقه ديالهم تولي عن بعد. هذيك العلاقه عن بعد كتكون عندها معنى، لكن الهدف بانهم غادي يتجمعوا من وراء ديك المده. نعم. اما العلاقه عن بعد وداك الشيء مجهول، كنظن انه غير صالح للعلاقه الزوجيه. يعني فهمتي ما كاينش هدف. انت مادام عارفك بانك مشيتي، ولكن بشهر واحد نتوما بجوج كتخططوا بانكم تتجمعوا. يعني كاين واحد الهدف. اما زعما كنظن بانه لو كان داك الشيء مجهول كنظن غير زعما ما يكونش مفيد للعلاقه الزوجيه. صحيح. شوف النقطه الاساسيه هاي، اول شيء معروف مده الدراسه. اولا معروف مده الدراسه عامين. تمام. فهي مده الدراسه تحديدا واضحه. اول نقطه واضحه. الشيء الاخر، انا قبل ما اخرج من هنغاريا من فلسطين لهنغاريا، فكانت الفكره واضحه انه انا في الفصل الاول في بدايه وجودي بالفصل الاول راح ابدا بالسعي للبحث عن مكان للسكن، من خلاله احنا اصعب شيء هنا اللي هي ايجاد الشقه او المكان للسكن، الكراء. تمام. فصعب جدا، كان اصعب شيء. فكان كل شيء علاش صعيب معتمد. شوف اول شيء المجتمع الهنغاري بشكل عام واصحاب الشقق واصحاب العقارات كلهم عمرهم اكثر من 45 عام، ومعظمهم 99% منهم ما بيحكوش انجليزي. تمام. فهي النقطة كثير بتأثر، انك انت مش عارف تتواصل مع الناس، ما فيش عندك اللي هو
في الصفحات الخاصه في هنغاريا للكراء ولا العقارات كله بالهنغاري. بتشوف انت الرقم تتصل عليه بتحاول تحكي معاه بالانجليزي، بيعرفش يحكي انجليزي، بسكر الخط المكالمه قبل ما يفهم منك شيء. تمام. بتروح بتجيب شخص هنغاري، شخص صاحبك يحكي معاه بالهنغاري، اول ما يعرف انك انترناشونال يعني شخص مش هنغاري بقول لك لا. ليه؟ لا خلص ما فيش ليه. فهذا كان صعب جدا. انا لما استاجرت الشقه اللي انا فيها كنت لانه كان في شخص فيها قبلي فلسطيني، وانا حكيت معاه انه يحكي مع الاونر، ويعني الاونر كان بيحكي انجليزي يعني الحمد لله، فالامور يعني مشت. اما كثير في ناس ما يعرفوش يجيبوا عائلاتهم بسبب انه القراءة مش سهل للناس الانترناشونالز او الناس المغتربين، خصوصا انها الدولة يعني بشكل عام ما بترحبش كثير في موضوع المغتربين والمهاجرين وكذا. فكانت الامور يعني مش سهلة جدا. فالعودة للسؤال انه انا في مرحلة معينة لازم اجيب عائلتي. فانا كنت موضح لزوجتي هذا الشيء من البداية، انه انا بدي اجيبكم بعد الفصل الاول. تمام. لاني انا راح ارجع بالفصل الاخر بعد ما اخلص الفصل الاول السمستر الاول واجيبكم واجي. ما زبطت الامور، بس الفصل الثاني راح اظل احاول، لكن المده كلها كامله سنتين. يعني واضح انه انت النهايه لو ما زبطت اخر المطاف راه سنتين تكمل وترجع. نعم صحيح. فاهم شيء لازم يكون هذا الشيء اللي هو الديدلاين او الوقت النهائي للانتهاء هذا الشيء امتى متى. زي ما انت حكيت يعني الزمن المجهول او المده المجهوله شيء صعب جدا. حتى يعني في كثير ناس كيعيشوها الناس اللي كيخرجوا في الجيش ولا شي حاجه بالضبط. حتى الناس اللي بيخرجوا كمغتربين يعني يشتغلوا عشان يعمل اوراق الى اخره، فبكون يعني خاطب بعدين بيخرج ما بيعرف وين بتيجي له اوراق وما بيعرف وين فبترك صراحه صعبه في العلاقات 4 سنوات 5 سنوات ولسه مش واضح الامور. صراحه صعبه جدا. ذكرت واحد العامل ملي كنتي كتضرب بانك تقلب على شقه ملي تجي جوانا وجوليا والمدام، العامل ديال انه كتحدث مع واحد ما كيفهمكش كيقطع عليك كيسكر عليك الهاتف كيقطع عليك ديك الساعه. نعم. في نظرك دابا انت ان شاء الله لا كان مكتاب ليك ولا تيسروا لك الامور وخرجتي على شي دوله اخرى، خرجتي تعيش في شي دوله اخرى وهدي المدام والبنيات وتمشي لشي دوله اخرى تعيش شي تجربه اخرى شي دوله اوروبيه، واش تعاود نفس الغلط تمشي ما فاهمش اي كلمه في اللغه ديالك؟ شوف يا صديقي، اذا مشيت على اي دوله اخرى راح تتعلم اللغه الا بالهنغاري يعني الصراحه. يعني هي عامين سياستوك يورجع سبان 3-4 كلمات هم اللي عايشين فيهن. ولما تيجي تدفع لما يكون لك كاش كارتفان. شوف لا الصراحه موضوع انك تيجي على هنغاريا وتتعلم اللغه صديقي، في ناس درسوا اللغه الهنغاريه ولساتهم بيحكوش هنغاري، يعني درسوها لمده سنه عشان تحضيريه عشان دراسه راح تكون بالهنغاري، وعانى معاناه جدا كثير. حتى يعني الناس يمكن بتعرف يوسف صحيح ماريو تاو وقينا، لكن ماريو بيتعلمها لانه هو بده يتعلمها لكن مش متحدث فعليا فيها. لا لو بدي اروح على دوله اخرى اذا كانت اللغه يعني مفيده بنتعلمها. يعني كمثال لو رحت على اي دوله اخرى مثلا ما راح استفيد من اللغه اللي راح اتعلمها في هاي الدوله، يمكن اتعلم الاساسيات برضو. تمام. اما مثلا لو كانت المنحه مثلا في المانيا ولا في فرنسا ولا في ايطاليا والى اخره او في اسبانيا، فهي اللغات يعني او حتى بالصين واليابان ممكن اتعلم اللغات تبعهم او اللغه ديالهم لانها مفيده، يعني راح استفيد منها فيما بعد. اما مثلا والله اجي انا احط بالسي في من اللغات اللي بتحدث فيها هنغاريه، ما تخرج على الهنغاريه تشغل توصل غير سلوفاكيا ما تستعملهاش في التومبيس في الباص ستيشن ما خلاص صافي سيرت الهنغاريه. وباي ذا واي راه من اصعب اللغات، ماشي لغه سهله. نعم. كنت تعتبر من اصعب اللغات. هي بتيجي حتى يعني حسب مره بحثنا انا والهنغاريين فوجدناها بعد اللغه العربيه مباشره في احد التصنيفات.
في الصعوبة ديالها. نعم صحيح، صعبة جدا لأنه هي لغة منفردة بحد ذاتها، لغة منفردة حيث الأصل ديالها مش لاتيني، هي بوحدها، يعني هي لغة أجت بوحدها بدون يعني أصل آخر. في البعض بيقول لك في ارتباطات معها مع البولندية، وفي ناس بيقول لك إنه لأنه العثمانيين كانوا الأتراك موجودين هون فتأثرت بعض الشيء في بعض الكلمات، لكن هي اللغة بحد ذاتها يعني وليدة نفسها بتحسها، يعني وليدة. عندهم 44 حرف 44 حرف، في عندهم 14 صوت تقريبا، أصوات فقط. فلا هي يعني لغة صعبة جدا، لكن إذا أجت الفرصة للدراسة في الدولة أخرى يعني تكون اللغة أسهل بصراحة. يعني لو درسنا أنا وأنت في أي دولة أخرى كان حاليا لمدة سنتين بدون ما نتعلم اللغة، يعني بدون ما يكون الهدف تعلم اللغة كان تعلمناها، مش في هنغاريا في أي دولة أخرى، لكن في هنغاريا صعب صراحة صعب. الحمد لله الحمد لله. على ذكر هنغاريا، شنو العلاقة ديالك بالهنغاريين؟ حيت قلتي انت ملي بغيتي تقلب على الكرا كانوا اصدقاء هنغاريين. نعم صحيح. على العلاقة الاجتماعية ديالك بهنغاريا. هو انا شوي من الناس اللي يعني ما تقيس علي انا. احنا بغينا نهضروا على التجربة ديالك. يعني صحيح. شوف، حكينا في البداية انه الهنغاريين ناس شوية منغلقين على انفسهم، لكن بيحتاجوا دائما بتحتاج دفعة هيك، انه يعني قلت لك عنده الفضول لكن نفسه بتغلب فضوله، ما بيسأل، ما بيعمل، ما بيبادر. تمام. فلما تكتشف، لما تفهم هذا الشيء عند الهنغاريين راح تستوعبهم اكثر. فانت يعني لما تيجي تفتح اي موضوع مع اي شخص هنغاري راح تكون تفتحه براحة، لانك انت ما راح تحس بداخلك انه متكبر والله بدوش يحكي لانه هو متكبر لانه كذا، لا. فهم ناس دير بالك يعني بصراحة هم أبسط من ما أنك تتصور، ناس بسيطين، يعني ناس بيحبوا الحياة، ناس كويسين بشكل عام في التعامل، وبصدقوا معظم الكلام اللي بتحكيه، يعني بتوقعوا منك أنك بتحكي الصدق، ما بتوقع أنك بتكذب. ليه؟ لأنه حتى هم الفضول المعرفي اللي عندهم ما بيغذوه من خلال التواصل، بيغذوه من خلال القراءة أكثر. فأنت شو بتحكي مختلف جدا عن المكتوب، أو طريقة مختلفة جدا عن المكتوب، فبيكون عنده الفضول يعرفك أكثر ساعتها. فإذا أخذ الراحة منك، إذا أخذ الثقة منك والراحة، فبتلاقيه صار يعني صديقا. ففعلا أنا حاليا تجربتي مع الهنغاريين بشكل عام، عندي كثير يعني أصدقاء هنغاريين، ومن ضمنهم كانت يعني في عائلة هنغارية صراحة، يعني كانت من أجمل التجارب. يعني هي قصة بسيطة جدا ما بدناش نطول فيها. لما جبت عائلتي هون، في أحد الزميلات معي في هندسة السيارات، سألتها إنه من وين بنشتري الحليب الطازج، لأنه هنا ما بديش حليب السوبر ماركتات وإلى آخره. فهي سألت والدتها، فوالدتها ساعدتنا في الموضوع، وفي والدتها صارت هي اللي تجيب لنا الحليب من المزرعة وتجيبه عنا على البيت. تمام. فصارت العلاقة، صار هم يجوا عنا على البيت وإحنا نعمل شاي فلسطيني. طبعا الشاي الفلسطيني مثل الشاي المغربي الجديد برضه. أبنين. فهم اعتادوا إنه يجوا كل خميس عنا يجيبوا لي الحليب للأطفال وإلى آخره. فكانت في البدايات إن أنا بجيب الحليب عشان الأطفال، لكن تطورت، صرت أعمل منتجات الحليب اللي إحنا بنسميها اللبني واللبن والجبنة وإلى آخره. فصارت العلاقة أكثر مع هاي العائلة، فصاروا هم يجوا عنا وإحنا نروح عندهم. لكن كاين واحد العامل اللي أنا عارفه خاصني نقوله. أيوة. هو أنه هاد العائلة فيهم غير جوج أشخاص اللي كيهضروا الإنجليزية. نعم صحيح. فكيف كان التواصل؟ كنتي الأم كتجيب لك الحليب. نعم. الأم دي شوف وهي كتهضر هنغاري. شوف أنا بحكي لك الموضوع اللغة أوكي هو عامل أساسي بالتواصل، لكن والله اللي بده يتعرف عليك لو بحكيش أساسا بده يتعرف عليك. فهاي الوالدة اللي هي الأم الموجودة، أمهم بدها تحكي وبدها تتواصل معك وبدها تتعرف عليك أكثر وبدها كثير أمور، لكن كان دائما في بيننا الوسيط، وأحيانا بتكونش موجود الوسيط اللي هي زميلتي إنيكو، ما بتكونش موجودة في تحية إنيكو، شراوتو إنيكو. نعم. فبتكونش موجودة يعني أحيانا، فبنضطر نفهم بعض أنا ووالدتها. يعني مثلا بدي أسألها عن شيء معين، بدي تسأل تحكي لي تجاوبني عن شيء معين، بنحاول قدر الإمكان نفهم بعض في الإشارة وفي الكلمتين اللي بعرفهم بالهنغاري على الكلمتين اللي بتعرفهم هي بالإنجليزي،
وخلص وبصير التواصل صافي. كونا جمله مفيده بالضبط، عملنا جمله وفهمنا بعض، او فهمنا بعض. هذا هو الاهم، هذا هو الاهم في التواصل. بالضبط صحيح. نقدموا الشكر للعائله الهنغاريه. نعم، كل التحيه والشكر للعائله الصديقه الهنغاريه اللي اعتبرونا جزء من عائلتهم هون صراحه. كانوا وحضروا في الجراديويشن ديال الصناعي. نعم صحيح، فشاراوت ليهم من هذا المنبر. نعم تحياتي والله. من هنغاريا دوينا على فلسطين، دوينا تاع على العلاقه الزوجيه ديالك وعلى التجربه ديالك في الزواج، دوينا على التجربه ديالك كمغترب في هنغاريا. الان ابراهيم، شنو ممكن تقول لنا بشكل عام على التجربه ديالك في هنغاريا، يعني بهاد القصص كامل اللي عاودتي لينا في الاول ملي كنتي بوحدك ومن وراء جات المدام والبنيات، العلاقه ديالك مع العائله الهنغاريه كما قلنا، العلاقه ديالك في الدراسه مع الناس انترناشونالز. نعم، شنو كان انت مع راسك ملي كتكون مرايح دابا وشاد لك واحد كويزيرات واحد كويزيرات مرايح كما هكا، شنو الافكار اللي كيجيو لك في راسك؟ شوف، لما افكر انا كيف كانت البدايه وكيف وين وصلت وكيف دازت الامور، بخطر على بالي كلمه واحده. طبعا انا بكتب حاليا لكن لا، يعني بدي اقول لك اياها كما قال الركراكي: ديروا النيه ديروا النيه وتضرب بالعرض وتخرج. ففعلا انا يعني جيت صدقا مش عارف شو بدي اسوي وكيف في هدف بالحياه، في شيء بدي اعمله، لكن كيف راح اعمله ما لا بعرف شيء. فالحمد لله كانت النيه صافيه، كانت النيه يعني بصراحه، والتوفيق من الله ودعاء ربنا والى اخره، لانه في انا حاط هدف وبدي حد يمشيني في الطريق على هذا الهدف. فكنت دائما بدعي ربنا: يا رب ييسر الامور، يا رب يسهل الامور. نسال الوالده نقول يا رب ادعي معي والكل يعني. وبنفس الوقت ماشي في الطريق. انا يعني من الناس اللي واجهت بعض الصعوبات، انت يعني يمكن عارف في بعض الامور ما بتعداها، في بعض الخطوط الحمراء عندي انا ما بتعداها، خصوصا ما يتعلق في الامور في الدين والى اخره. فكانت الامور شوي صعبه، لكن الناس استوعبتها، لانه لازم كنت تفسر هذه الامور للناس، لازم تفهم الناس وبطريقه جميله، فالناس راح تستوعبك، بالعكس راح تحبك اكثر اذا انت حافظت على مبادئك. اذا عندك واحد المبدا ولا عندك شيء معين حابب تحافظ عليه، الناس بتحاول انه اول شيء لما تسالك ما بتهاجمك، هي الناس بتسالك عشان تفهمك في البدايه، فانت لازم تجاوب في كل صدر رحب وتبسط لهم الامور بزياده كمان. اذا بسطت الامور ووضحت لهم اياها وانه هذا الشيء بالنسبه لك يعني مهم جدا في حياتك، فخلص بيحترموه وبيتعاملوا معك على هذا الاساس. يعني العائله الهنغاريه هذول اصدقائي، يعني كان انا عندي عندهم زربيه صلاه، او اللي هي سجاده صلاه. انتم بتسموها سجاده صلاه؟ زربيه ديال الصلاه، زربيه ديال الصلاه، ما احنا بنسميها زربيه الصلاه. فكان موجوده لهم الى عندهم، فاحيانا بيسالون انه وقت الصلاه لك الى اخره. مشوا الامور فيها على هذا الاساس. فانا من تجربتي هون، اول شيء حافظ على نفسك، حافظ على مبادئك، حط هدفك وامشي له، ما تخلي كثير امور يعني اوكي انبسط، عيش، اعمل اكتيفيتيز، سافر، روح تعال، اعمل كثير اشياء، لكن حافظ انك تكون متزن، توازن الامور، ما تخرج عن الخط كثير. اوكي يعني غذي بعض الفضول اللي عندك، تتفرج، شوف الى اخره، لكن تنساش الهدف هناك نيشان. تمام. ما خصكش تبقى التركيز ديالك. اكيد لازم دائما نحط الهدف قدامك، تعرف على الناس وعرفهم على نفسك، عرفهم على ثقافتك. هو راه صعيب تبقى مركز على الهدف. اكيد في هذا الوضع دابا اكيد كاين ملهيات بزاف، والناس كيبقاو نساو علاش مثلا علاش هما كاينين في هذه البلاصه دابا، في هذا الزمان، في هذا المكان دابا. كتنسى راسك شنو كدير انت هنا، كتلقى عندك ملهيات بزاف. هذه نصيحه جميله لكاع الشباب اللي ماشي للشباب، لاي واحد: ما تنساش الهدف ديالك في اي شيء بالحياه. اي هدف في الحياه ما تخليش يعني انه اي شيء ياثر على الهدف، خصوصا اذا كان هدف نبيل وهدف حقيقي يعني بالحياه. فلا، اسعى لهدفك وما تخليش الامور اللي حواليك شو ما كانت صعبه
تذكر انه في ناس عاشوا اصعب ووصلوا للي بدهم اياه. تذكر انه في ناس عاشت ظروف جدا جدا صعبه، لكن خلص اشتغلت على هذا الهدف بالحياه ووصلت له. فهمتك. نعم صحيح. شكرا على النصيحة الجميلة. هذا يسعدك. عرفتي دابا انا باغي نزيد مع السي ابراهيم الهضره ونطولوها بزاف، حيت عارف لا درنا بودكاست نقدروا نديروا فيه حتى 3 سوايع وما يساليش. ولكن نعم للاسف السي ابراهيم غدا غادي يودعنا وغادي يروح لفلسطين ان شاء الله. نعم صحيح. عاد المدام وعاد جوان وجوليا اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو غادي يبقى في يوتيوب ان شاء الله، وغادي يتفرجوا فيه ملي يكبروا، يتفرجوا في السي ابراهيم. شوف السي ابراهيم نعم ان شاء الله تكون رحله ميسره ان شاء الله. ان شاء الله. يعني في بعض الصعوبه لكن ان شاء الله خير ان شاء الله خير. المعلومات للناس اللي كيتفرجوا، راه ما كاينش مطار في فلسطين، راه كاين الناس اللي في اوروبا كاملين واللي في اي دوله خارج في امريكان ولا في اوروبا بغاو يمشيو لفلسطين خاصهم ينزلوا شي دوله اخرى. بحال دابا ابراهيم غادي للاردن، عاد من بعد الاردن غادي يمشي برا صحيح حتى لفلسطين. فكنتمنى لك خير وان شاء الله. شوف ربي كبير، ربي معاك، الله ما يسعدك نخاف يا عليك. رب. والله تشرفت كثير فيك يا اخو اسامه، يعني دوزنا واحد العامين راه ما يمكنش يا صاحبي. يا سلام حلاوه. نعم صحيح. والله الا انا تشرفت بالمعرفه ديالك، لي الشرف ان انا نعرفك الصباح. الله يسعدك يا ربي. نعرف شخص عظيم بحالك. والله شوف انت ما كتعاودش، انت والله انت ما كتعاودش. لا منك لا صح الجود، والله ما الحمد منك لله الجود. الحمد لله. ما منك موجود الجود. الاحسن، موجود الاحسن دائما والله. انت الخير والبركه. الله يكبر بك، الله يكبر يسعدك بك يا رب. مولاي، الله يكبر بك مولاي. شكرا على قبول الدعوه. صاحبي اصلا انا اللي بتشرف الله والله انا بدي بتشرف، وكان من نفسي من زمان يعني نعملها، لكن شفت كيف ظروف الوقت الحياه، والامور. هذه الحياه. شوف الحمد كل لله. حاجه كتجيب وقتها، الحمد لله كتجيب وقتها، وهذا كان هذا هو الوقت ديالها. اكيد وكنظن بان واخا كنا كاين بزاف ما نقولوا، نعم. ولكن كنظن واقيلا هاد الساعه ما عرفتش شحال الفيديو غادي يكون فيه ساعه مثلا، غادي يكون فيه المختصر المفيد وغادي يكون فيه. نعم صحيح. المهم خلينا واحد الذكرى اللي غتبقى الناس ديال ولاد الحاج اكسبيرينس. كان لكم الشرف. كان لنا الشرف. لينا الشرف فيكم والله يا الناس المتفرجين والمستمعين. والله لا بالعكس احنا لينا الشرف والله بنحبكم بزاف. كنت عليكم كنبغيكم بزاف. فغنخلي الانستغرام ديال ابراهيم، دخلوا عنده وروج، صيفطوا لي جميع الميساجات ديال الحب وكاع داكشي الزوين. الناس اللي غادي يتفرجوا في هذا الفيديو ولا الناس اللي غادي يستمعوا هذا الفيديو في سبوتيفاي وابل بودكاست، ما تنساوش تجيو اليوتيوب وتبارطاجيو معنا الاراء ديالكم، نجاوبكم بصدر رحب. كنظن هذا ما كان. عرفتي بقيت باغي نقول الخاتمه وما بقيتش صح. هي ان شاء الله تكون خاتمه خير ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فهذا ما كان. تلاقاو في حلقه جديده من البودكاست ديالكم ولاد الحاج اكسبيرينس. كنتو معنا في حلقه الرقم اللي ما عرفتش شحال، حيت ما عرفتش امتى لواحد الحلقه. المهم خفنا لا نديرو شي حلقه قبل، فهمتي؟ يتبدل الارقام. ف هذا ما كان. والسلام عليكم ورحمه الله وفري بالستاين. فري بالستاين. الله يسعدك. الله يحفظك ليا شي. الله. Loving you